انتوا مش ملاحظين حاجه؟ يعني احنا دلوقتي عندنا وعاء وعندنا زيت نباتي او عطري وفي فتيل. الاختراع ده اسمه ايه؟ اسمه الشمعة. من هنا جت الشمعة. لما احنا عرضنا الزيت النباتي بالفتيل بالحرارة الشديدة دي، قدر ان هو يكون لنا مادة شمعية. قدرنا ان احنا نستخدم او نعيد استخدام المادة الشمعية دي تاني، فان احنا حطيناها في قوالب، فبالتالي كونت لنا الشمعة بشكلها اللي احنا شايفينه ده. وطبعا كل ما الشمعة تكبر، كل ما الفطيل يطول، كل ما المدة تزيد. طيب احنا وصلنا دلوقتي باختراع المصريين لللمبة. انتم مفكرين كده ان المشاكل خلصت خلاص والموضوع انتهى؟ لا، لسه في مشاكل وهنحلها تاني وتالت، وهنطور برضه في اللمبة اللي المصري القديم كان بيمشي وبيتحرك بيها دي كان فيها مشكلة كبيرة قوي، الا وهي ان هي بتطفي من الهواء. احنا ازاي نسينا الموضوع ده؟ انتوا عارفين ان جو مصر هواء يرد الروح، فكان الهواء الشديد بمجرد ان انت تخرج باللمبه دي من المعبد او من البيت، الهواء ده بيجي ويطفي اللمبه دي خالص. فاضطر المصري القديم ان هو يطور من الحامل الفخاري او الحجري اللي هو عمله، وبدل ما هو يبقى مجرد كاسه بتبقى جواها الزيت النباتي او العطري واللي بعد كده بقى شمع، المصري القديم قرر ان هو يداري على شمعته علشان تقيد، وان هو يعمل وعاء يغطي الشعله بالكامل ويبقى فيه مجرد فتحات علشان نقدر نقيده ونطفيه منها. ومن هنا المصري القديم ما بقاش ماشي بمجرد كاسه لمبه مفتوحه كده وخلاص، لا ده بقى ماشي بفانوس، والفانوس ده بدل ما يشيله من تحت بقى بيعمل له علقه. طيب حلو قوي كده، المصري القديم من الاف السنين قدر ان هو يخترع الفانوس، وده انجاز عظيم جدا. طيب بذمتكم، هل تعتقدوا ان المصري القديم هتقف عنده لغايه هنا؟ يعني هو اخترع حاجه مش هيخليها ويطورها لاحسن شكل ممكن؟ اكيد طبعا، المصريين معوديننا على كده. فتعالوا بقى نشوف تطورات المصباح او الفانوس المصري. هنلاقي ان المصري القديم ابدع في تصميم الفانوس المصري لابعد مكان. فنلاقي في مقبره الملك الذهبي توت عنخ امون اول اباجوره في التاريخ، فانوس من الالاباستر معمول على هيئه زهره اللوتس الثلاثيه، بنفس الفكره والاساس، بيشتغل بالزيوت العطريه ومحطوط فيه الفتيل، بيولع بالفتيل وبيطفي من الفتيل برضه. ولكن طبعا احنا عارفين الاساس واحد، ولكن الشكل الابداعي والتطور اللي المصري بيعمله على الحاجه ملوش حدود وملوش نهايه. فانوس من 3000 سنه، ده يدل على ان المصري القديم شبع من استخدام الفانوس ده كاضاءه. لا، هو ما بيستخدموش كاضاءه بس، لا ده كان بيستخدمه كزينه، كاحتفالات، كاي شيء في حياته. الفانوس المصري ده جزء لا يتجزأ من يومه. احتفالات المصريين بالفوانيس دي بس مش في العصور الوسطى، لا دي من قديم الازل. هنلاقي ان المصريين القدماء بيمسكوا الفوانيس وبيحتفلوا بيها في المواكب وفي الاعياد القوميه، زي ما احنا لقينا في مقابر طيبه ومقبره رخميرع.